الشيطان سمع اسمك بقى. الناس في الصعيد كانت تقول اوعى تقابل الغجر بعد نص الليل، لأن لو واحد منهم بص في عينك يبقى روحك اتكتبت باسمه. أنا كنت بضحك لما أسمع الكلام ده، أقول خرافات، دجل، حكايات ناس فاضية. لكن بعد اللي شفته بقيت أخاف حتى أبص في المراية لوحدي بالليل. اسمي جابر، سواق ميكروباص بين المحافظات. شغلي طول الوقت سفر، طرق صحراوية، ليل ووحدة، وما تعودتش أخاف من حاجة. لكن الليلة دي كانت مختلفة. الساعة كانت داخلة على 1:30 بعد نص الليل، والطريق الصحراوي ناحية الأقصر كان فاضي بشكل يخوف. لا نور عربيات، لا كافيتيريا فاتحة، حتى أعمدة النور كانت مطفية. الدنيا ضلمة بشكل يخلق، وكل ما أسوق أكتر الإحساس اللي جوايا كان يزيد. حاسس إن في حد راكب معايا رغم إني لوحدي. شغلت الراديو علشان أقطع الصمت، لكن الإشارة كانت ضعيفة جدا، تشويش وصوت صفارة بعيدة. ثم فجأة صوت ست عجوز همست جوه السماعة: لف وارجع. اتجمدت مكاني، بصيت للراديو بخضة، لكن الصوت اختفى. حاولت أضحك لنفسي، قلت أكيد نعسان. لكن بعدها بدقيقتين الميكروباص بطل مرة واحدة الموتور فصل والنور ضعف، ووقفت في نص الصحراء لوحدي. نزلت أشوف إيه المشكلة، لكن أول ما فتحت الباب ريحة بخور تقيلة جدا ضربت وشي. ريحة غريبة مخلوطة بحاجة محروقة. بصيت حواليا ولقيت نور بعيد وسط الصحراء، نار صغيرة. قلت يمكن ناس قاعدة هناك تساعدني. فضلت أمشي ناحية النار وسط الرمل والضلمة، وكل خطوة كنت أحس إن الدنيا أبرد، لحد ما وصلت لقيت استراحة قديمة شبه مهدومة، وسطها نار شغالة لوحدها، لكن مفيش حد. بس جنب النار كان في عقد مرمي على الأرض، خرز أسود وأحمر وعليه علامة غريبة شبه القرون. أول ما لمسته النار عليت فجأة، ووش. رجعت لورا مرعوب، وفي نفس اللحظة سمعت ضحكة بعيدة، ضحكة ست عجوز. بصيت ناحية الضلمة وشفتهم، الغجر، واقفين بعيد وسط الصحراء. رجالة وستات لابسين أسود بالكامل، وشوشهم مستخبية، لكن كلهم كانوا بيبصوا عليا ومحدش بيتحرك. قلبي بدأ يدق بسرعة. حاولت أرجع للعربية، لكن واحد منهم اتحرك، راجل طويل جدا بشكل غير طبيعي. كان ماشي ببطء، لكن كل خطوة منه كانت تخوف أكتر من اللي قبلها. قرب ناحية النار، وشه كان مستخبي تحت غطاء أسود، لكن عينيه كانت سودة بالكامل. وقف قدامي وبص للعقد اللي في إيدي، ثم قال بصوت تقيل مرعب: أخدت العهد. قلت له بخوف: عهد إيه؟ لكنه ابتسم، والنار بدأت تتحرك حواليه كأنها حية. الغجر كلهم بدأوا يهمسوا بكلمات غريبة. الهوا برد فجأة، ثم الراجل قرب مني أكتر وحط إيده على صدري. حسيت بنار دخلت جوه جسمي، صرخت ووقعت على الأرض. ولما بصيت على صدري لقيت علامة سودة ظهرت فوق جلدي، علامة قرون. الغجر كلهم سجدوا مرة واحدة حواليا، والراجل قال: حليف الشيطان اختارك. جريت وسط الصحراء بجنون، لكن فجأة لقيت نفسي وسط خيام غجرية ضخمة، نار في كل مكان، طبول عالية وستات بترقص حوالين النار بشكل مرعب. واحدة منهم قربت مني، وشها مليان وشم غريب وعينيها بيضة بالكامل. قالت لي وهي بتضحك:
الهروب متأخر. حاولت أبعد عنها، لكن كل الغجر وقفوا يبصوا عليا فجأة. الصمت وقتها كان مرعب أكتر من أي صوت. ثم من آخر المخيم ظهر الراجل الطويل، لكن المرة دي كان ماسك عصاية فوقها جمجمة متحملة. النار كانت ماشية حواليه كأنها بتسمع كلامه. وقف قدامي مباشرة، ثم رفع العصاية فوق راسي، وفجأة كل النار اللي في المخيم عليت مرة واحدة. صراخات طلعت من كل ناحية، وبعدين شفتهم ناس جوه النار، وشوش بشرية بتصرخ من جوه اللهب. واحد منهم كان بيخبط على النار وبيصرخ: ساعدنا! رجعت لورا مرعوب، لكن الست الغجرية ضحكت وقالت: دول اللي حاولوا يهربوا. جسمي كله سقع. قلت: أنا عاوز أمشي، لكن الراجل الطويل قال بهدوء مرعب: خلاص، اسمك اتكتب. وفجأة كل الغجر بدأوا يدقوا على الطبول بعنف. دم دم دم. الأرض بدأت تتحرك تحت رجلي. الرمل نفسه بدأ يطلع منه إيدين سودة، إيدين بشرية مسكت رجلي. صرخت وحاولت أهرب، لكن الإيدين كانت بتزيد. الغجر كانوا بيضحكوا وهم واقفين حواليا، والنار بتعلى أكتر وأكتر. ثم الراجل الطويل قرب مني ورفع وشه لأول مرة. وشه ما كانش فيه ملامح، مجرد جلد محروق، وفي النص عين حمرة واحدة. العين فتحت بالكامل، وفجأة شفت حاجات مستحيل أنساها. شفت ناس بتتحرق وهي حية، وشفت أطفال بيصرخوا وسط النار، وشفت الغجر وهم بيقدموا الناس للنار واحد ورا واحد، وشفت حاجة واقفة جوه النار، حاجة ضخمة جدا بقرون طويلة كانت بتضحك. وقتها حسيت إني هموت. صرخت بكل قوتي، وفجأة صحيت. لقيت نفسي مرمي جنب الميكروباص وقت الفجر. الصحراء فاضية، لا نار لا خيام لا غجر، لكن علامة القرون كانت لسه فوق صدري. ومن يومها كل ليلة الساعة 3 الفجر بسمع صوت طبول جاية من الشارع: دم دم دم. وفي مرة بصيت من الشباك وشفتهم، الغجر واقفين تحت العمارة، كلهم رافعين وشوشهم ناحيتي، وفي النص كان واقف الراجل الطويل، والعين الحمراء بتنور وسط الضلمة. ومن يومها أنا ما بقتش أنام والنور مطفي، لأن كل مرة أغمض عيني بسمع نفس الهمسة في ودني: العهد لسه مخلصش. والسؤال ليك بقى: لو صحيت الساعة 3 الفجر وسمعت صوت طبول جاية من الشارع، كنت هتبص من الشباك